خلي بالك في غلطة كبيرة جدا كلنا بنقع فيها واحنا بنغسل أسناننا، وهي القوة والسرعة المفرطة. مش كل حاجة يا فندم مطلوب فيها قوة وسرعة. أيوة، أنت ممكن تكون فاكر إنك لو مسكت الفرشة بتاعتك وقعدت تغسل أسنانك بقوة شديدة وبسرعة شديدة وبتضغط أكتر على الفرشة، أنت كده هتنظف أسنانك أكتر أو بياضها هيزداد أكتر. لكن للأسف الشديد يا فندم هي مش سجادة تدعكي أكتر فهينضف وهيبيض أكتر، لا، الموضوع غير كده خالص. لأن الضغط الزيادة والسرعة الزيادة بيخشنوا سطح سن أكتر، وبالتالي يعملوا تآكل في طبقة المينا، وبكده كل التصبغات بتترسب أصلا على السن أكتر وأسرع من الأول، لأن سطح السن خشن، والنتيجة إن الأسنان هتصفر أسرع مع الوقت ويتكون فيها تصبغات وتسوسات أسرع من الأول. يعني باختصار القوة الشديدة والسرعة مش هتستفيد منهم أي حاجة، بالعكس هيضروا أسنانك. اغسل أسنانك بطريقة صح، حرك الفرشة برفق وبلين، حركة دائرية أو بشكل عمودي على سطح السنة، وما تنساش إن لازم دقيقتين على الساعة نغسل فيهم أسناننا، وكمية المعجون اللي هنحطها على الفرشة تكون كمية قليلة مش كتيرة، لأن وظيفة المعجون ده حاجتين: أولا لوبريكانت يعني يساعد الفرشة في الحركة على الأسنان ويقلل احتكاك الفرشة مع الأسنان، الحاجة التانية إنه بيكون فيه فلورايد، فالفلورايد ده بيزود الصلابة والقوة بتاعت طبقة المينا بتاعت الأسنان. لو اهتميت بالنظافة الصحيحة هتحافظ على لون أسنانك الطبيعي، وأسنانك دايما هتفضل بقوة وهتحافظ عليها أطول فترة ممكن. لو عندك أي سؤال خاص بأسنانك سيبه لنا في الكومنتس وإن شاء الله هنجاوب. سلام.